اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا. امين يا رب العالمين. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جايلكم بفيديو جديد، وبالتالي جايلكم بوصفه جديد. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه. هنعمل مع بعض احلى فرخايه وشويه رز كده، حبايه وحبايه، وهنطلع الشوربه بالشكل الاصفر التحفه الجميل ده. فادخلوا معايا بقى الفيديو ونشوف هنعمل ايه. الاول طبعا هنبدا بالبسكويت الجميل ده، وشويه كده من الكحك وشويه من البيتفور وشويه من الغريبه، وكمان معانا قرص. شايفين البسكوت بتاعنا جميل ازاي، وتشكيل الكحك بتاعنا جميل، والبيتفور كمان بتاعنا حلو قوي مغلف بالشوكولاته كده، والغريبه بتاعتنا ناعمه ومفيهاش اي تشققات ومستويه. طبعا الحاجات دي من عند ماما. انا لقيت اخويا داخل عليا وداخل عليا بالخير كله، وربنا يبارك يا رب في عمري ماما، ويبارك في اخواتي، ويبارك في اولادهم. انا والله كنت محتاره، ما كانش عندي اي حاجه للفطار، ولا قرص ولا بسكويت ولا اي حاجه، وانتوا عارفين طبعا ان العيال الصبح بتروح المدارس وكمان بتروح الدروس بدري، فكان مفيش اي حاجه يفطروا يعني جنب كوبايه اللبن. فكنت بقى ايه يعني ناويه لسه هقوم اقرر انا هعمل ايه، بسكويت ولا هعمل قرص. فلقيت يعني ايه اخويا بقى داخل عليا بالحاجات اللي انتوا شايفينها دي. ماما قاعده بقى مع نفسها كده، مفيش وراها حاجه، فقالت تفتكس وتعمل الحاجات دي طبعا، وبعتت لي وبعتت لاختي. لقيت اخويا طبعا هو اللي دخل عليا بيها. طبعا ايه هبدأ بقى ايه، هي حطيتها كده في الكيس كده كلها على بعضها، وقالت بقى ايه انتوا وزعوا كده ورتبوا زي ما انتوا عاوزين، يعني كفايه ان انا عملت يعني، وفعلا كتر خيرها الست يعني حاسه بينا وحاسه بظروفنا يعني، وان احنا مشغولين ومش فاضيين. فطبعا افتكست وعملت الحاجات الجميله دي، يعني بصراحه شكلها جميل والله جدا، وكمان ريحتها طالعه بقى بالسمنه البلدي، بجد ريحتها طالعه تحفه، وكمان طعمها كان جميل جدا. وبعدين يا ستي كتر خيرها ان هي عملت وبعتت يعني ضحت بفلوسها وبوقتها كمان علشان خاطرنا يعني. فانا هبدا بقى ارص كل حاجه كده لوحدها، البسكويت لوحده طبعا، والكحك لوحده، والبيتيفور والغريبه هحطهم مع بعض. طبعا انا زي ما انتم شايفين كده بدات يعني ايه انقي كده كل حاجه، وافصل كل حاجه ايه عن بعضها. انتوا مش متخيلين انا فرحت جدا بالدخله دي ازاي، يعني والله وفرت عليا كتير يعني. وكمان لقيتها بعتة القرص الطريقة بتاعت ماما دي، بصوا ملهاش حل يعني بجد، يعني مفيش يعني مفيش قرص تعلو على قرص ماما، يعني بجد جميلة جدا. طبعا انا رصيتها في العلبة بتاعت بتاعت الخبز دي، القرص مع الكحك في علبة واحدة، والعلبة التانية دي حطيت فيها البسكويت، والعلبة الصغيرة دي حطيت فيها البيتيفور والغريبة. بجد الغريبة جميلة جميلة، يعني مش عاوزة اقول لكم جميلة ازاي، صغيرة كده وناعمة قوي وما فيهاش تشققات وطعمها حلو قوي يعني. ركنتهم كده على جنب بقى، وهنشوف ايه معانا تاني. معانا طبعا شوية فاكهة برضو، لقيتها بعت شوية الفاكهة دول مع اخويا. طبعًا البرتقان أنا عادتي ما باغسلهوش يعني، بس البرتقان ده لقيته يعني يعني فيه سخات كده، فقُلت لأ، ده أنا هاحط كده كل حاجة في الحوض السُّفنجي والبرتقان ومع التفاح كده واغسلهم، علشان لمّا حد يمسك الحاجة بإيده يعني إيه، بتطبّع بقى وكده وهو بيقشّرها يعني. وحطيتهم طبعًا رصيتهم في الصينية زي ما أنتم شايفين كده بقى، وهاركنهم. هناكل اللي هناكله، واللي هيتبقى مننا هنعمله برضه إيه، سلطة فواكه في فيديو تاني إن شاء الله. فطبعًا يعني الغوص ده من عند ربنا وأسعدني بصراحة. وكمان الفرخاية دي برضه من عند بابا، دي فرخة بلدي يعني مش فرخة بيضا. أنا طبعًا عملت معاكم قبل كده الشوربة والفراخ المسلوقة وكده، وحمّرناها برضه مع بعض. المرّة دي برضه هنعملها بس بطريقة تانية غير الطريقة اللي فاتت، فإحنا يعني مش هنعمل كلّه copy paste كده ونكرر، لأ إن شاء الله نعمل طريقة تانية. معايا طبعًا إيه، معلقة صغيرة جدًا من السمنة، وحطيت معاه فصين كده من المستكة دوبتهم في السمنة، وبعدين حطيت كمان برضه كام حباية كده من الحبهان، وقلبتهم كده ايه مع بعض، يطلعوا ريحة جميلة جدا يعني. انتوا عارفين طريقتي ان انا البط والفراخ واللحمة كمان بحب اشوحهم، مش بحب اغلي مية واسقط فيها كده، لا مش عارفة، انا ما بحبش الطريقة دي. انا بحب طريقة التشويح دي، بتدي ريحة حلوة قوي
يعني بتدي الحاجه صدمه، وكمان بتدي ريحه حلوه قوي، ومتخليش فيها اي زفاره. يعني بس جربي امشي على الخطوات وجربي طريقتي دي. طبعا شوحت الفرخه كده زي ما انتوا شايفين وقلبتها، وبعد كده حطيت لها عود واحد بس من القرفه. يعني انا حطيت حبهان ومستكه وعود واحد بس من القرفه. اوعي تحطي قرفه بودر للشوربه ابدا، هتغمق معاكي الشوربه وتخلي شكلها مش حلو خالص، وكمان لو كترتي هتديها مراره. فعود القرفه الخشب ده احسن. وبدات بقى كده بميه طبعا سخنه من الكاتل، هبدا انزل بقى ايه على الفرخه بتاعتي زي ما انتوا شايفين. طبعا هي الميه سخنه فهي هتغلي بسرعه. فمعايا بقى طبعا الحاجات اللي انا هضيفها للشوربه. معايا البصل ومعايا طماطم مقطعه. البصل انا بحب احطه وحدايه بوحدايه كده، علشان انا بطلعه وبحمره مع الفراخ وبيبقى طعمه جميل قوي، احنا بنحب البصل المتحمر ده. ومعايا طبعا جزرايه ومعايا ورق لوري. يبقى احنا حطينا البصل والطماطم والجزر وورق اللوري. الجزر طبعا بيخلي الشوربه طعمها جميل وكمان لونها جميل. مش هحط اي توابل طبعا، مش هحط توابل كتيره يعني، بس اول ما تغلي هبدا احط بقى الملح مع الفراخ. لكن البط طبعا او اللحمه مش بنحط الملح بدري لانهم بياخدوا سوا شويه. يبقى احنا حطينا الملح وحطينا رشه صغيره جدا من الكمون ورشه كمان صغيره من الفلفل الاسود. ما تكتريش فلفل اسود علشان ما يغمقش معاكي الشوربه. احنا عاوزين ناخد شوربه كويسه لونها فاتح ولونها حلو. طبعا هنا معايا تاني حله على النار. طبعا الفرخه بتاعتي على النار بتستوي. هنعمل بقى شويه الرز بتوعنا. معايا حله كده على النار، حطيت معلقه سمنه واحده وحطيت معلقتين او 3 معالق زيت. هتكتري الزيت اكتر من السمنه علشان الرز يطلع معاكي كده مفلفل كده وما يبقاش معجن ويبقى جميل معاكي. طبعا الرز طبعا انا كنت غسلاه وحطاه كده في مصفى مصفياه. هاخد بقى جزء منه كده حوالي يعني كوبايه كبيره كده رز، وهنزل بيها بقى مع الزيت كده، وابدا اقلب لغايه ما يوصل للون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. هتفضلي تقلبي فيه لغايه ما يبقى باللون الذهبي ده. وبعد كده هرش رشه صغيره من الكمون. انا بحب احط على الرز وحبايه وحبايه، او على الرز بالشعريه او على الكشري المصري كمون بصراحه بيخليه جميل قوي. فرشيت رشه كمون. وبعد كده بقى هبدا انزل تدريجيا بالرز اللي معايا، اللي بقيت كميه الرز بقى الابيض، واقلب كويس. احط شويه كده من الرز وارجع اقلب علشان ما يبقاش في جزء فيه ابيض وجزء فيه بني، لا علشان كله يختلط ببعضه والرز يبقى حبايه وحبايه كده ويبقى شكله حلو يعني. هتقلبيه تقليبه كويسه وبعد كده هتسويه. ومعاكي طبعا الكاتل بتاعك فيه ميه سخنه. هتبداي بقى تنزلي يعني بالعيار بتاع بقى الرز. شوفي الرز بتاعك انت بياخد ميه قد ايه، هتبداي تظبطي بقى. وبعد كده ترشي برضو رشه الملح بتاعه الرز. وبعد كده تسيبيه بقى يغلي مع نفسه. طبعا هو غلي وشرب الميه بتاعته ما شاء الله، طالع جميل جدا. هقلبه بس تقليبه وهسيبه بقى، هدي عليه النار خالص واسيبه مع نفسه كده بقى يستوي بالبخار بتاعه مع نفسه. بجد الرز ده بيبقى جميل جدا حتى مع السمك المقلي او مع اللحوم يعني، بيبقى حلو قوي يعني. ودي الست فرخة بتاعتنا طبعا لانها استوت وتمام التمام. خرجناها طبعا من الشوربة وهنبدأ بقى نجهزها للتحمير. انتوا عارفين طبعا انا بعمل الخلطة بتاعت التحمير عبارة عن معلقتين زبادي ومعلقتين صلصة طماطم ورشه كده من الفلفل الاسمر. وهبدا بقى ادهن الفرخه كلها كده دهنه كويسه بالخليط ده. الخليط ده جميل جدا يا جماعه والله، بيخلي لون التحمير جميل جدا، وكمان بيخلي الفرخه او البطه معاكي طريه كده، وكمان بيبقى طعمها حلو. يعني بتبقى طعمها حلو، بيخلي الزبادي دي يعني انت لما بتحطي عليها صلصه من غير زبادي لا مش بتديك الطعم اللي هو بيبقى الميكس بين الزبادي والصلصه حاجه تانية يعني. طبعا انا دهنتها كلها كده وكترت، يعني انا بحب اكتر يعني كترت كده. وبعدين هدخلها بقى تحت الشوايه حوالي 10 دقايق وهقلب فيها طبعا وتتحرق منك. طلعت معانا شايفين شكلها عامل ازاي، يعني لون خطير بجد، يعني تحمير مثالي. هو ده فعلا تحمير الفراخ المثالي. والرز بتاعنا كمان كان استوى وبقى تمام التمام. شايفين الرز بتاعنا يعني مفرول كده ومش معجن ولا اي حاجه وجميل، وطبعا لسه سخن بقى والبخار طالع منه حاجة كده يا وعدي يعني. هنبدأ بقى نجيب صينية التقديم بقى ونقدم، نحط الفرخية كده ونحط الرز حواليها. قدمي بقى انت بالطريقة اللي انت حباها، يعني الطريقة اللي انت حباها تقدمي بيها. طبعا عيالك هيفرحوا يعني جدا بالشكل ده. ما هي العين برضو بتاكل قبل البق، فقدمي طبعا بطريقة كويسة لولادك يعني او للضيوف لو عندك ضيوف. وطبعا جبنا رشه كده لو عندك بقدونس او كزبره هترشي رشه كده، وكمان حطينا قرنين من الفلفل كده لزوم الجرنشه.
وكمان عملت جبت طماطميتين دول وعملتهم على شكل وردة يعني كده. هي يعني الوردة ما طلعتش مظبوطة قوي، بس انا اجتهدت والله يعني، بجد انا اجتهدت، فطلعت بالشكل الجميل ده. ومعايا بقى الشوربه بتاعتي يا وعدي، واو واو واو، الشوربه تحفه بجد. شايفين لونها عامل ازاي وصافيه ونظيفه، علشان انا ما زودتش التوابل. التوابل بتغمق معاكي الشوربه. الشوربه طلعت لونها ذهبي وجميله جدا وحلوه يعني، بجد الشوربه حلوه يعني احلى من الفرخه. و... وده كان طبعا الغدا بتاعنا النهارده، ما شاء الله يعني اللهم بارك. يا ريت بقى تجربوا طريقتي دي، ويا ريت بقى تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناه وتفعلوا زر الجرس يا جماعه، و... وتدعمونا بلايك لايك لايك لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.